السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير كتير. النهاردة جاية أصبح أو أمسي حسب التوقيت المحلي لإذاعة الفيديو. وأقول لكم عاملين ايه. النهاردة بنعمل حاجة كده خفيفة لطيفة، ظريفة سريعة. عفوا. سريعة وحلوة جدا. عملنا منها الحلو وعملنا منها الحادق، وما كلفتنيش حاجة خالص، وما خدتش مني اكتر من لفة وحوالي نص لفة جلاش. ازاي بقى عملنا العظمة الجميلة ديت؟ عايزاكم بس تشوفوا كده. الفطيرة وهي بتتقطع جميلة جدا جدا، مستوية من جوه، هشة ومقرمشة جدا من بره، طعمها حلو قوي. آه مفيش بقى ولا بيض ولا لبن، بس طرية برضو. آه يلا نقول بسم الله ونصلي على النبي، ونشوف هنبتدي أكلتنا النهاردة ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. دي كده لفة من الجلاش، فيها متقطع، فيها سليم، في عندي لفة كمان مقطوعة. يعني أنا مش هرمي حاجة. بحب دايما ان انا استغل كل حاجة عندي. عملت لكم قبل كده فطيرة الجلاش، اللي هو كان نشف وقطعناه صغير وعملنا منه فطيرة في الفرن. النهاردة هنعملها في الطاسة، حلوة وخفيفة ومش هتاخد مني اي وقت. كده بسم الله الرحمن الرحيم. انا مسكت اول ورقة جلاش، كده انا حاطة ورقتين فوق بعض. حطيت المادة الدهنية بتاعتي حوالين داير المربع بتاع ورقة الجلاش، وسبت في النص فاضي. ليه؟ هحط الحشوة بتاعتي ومش عايزة يبقى معاها مادة دهنية، كفاية ان تبقى المادة الدهنية ديت في التطبيق مش اكتر. حطيت بسطرمة، حطيت فلفل الوان، حطيت ميكس جبن. طبعا الحشوة اللي تعجبك ممكن تحطيها. ممكن تحطي صدور بانيه مستوية ومتقطعة صغيرة، ممكن تحطي لحمة مفرومة، ممكن تحطي اي حشوة ممكن تخطر على بالك. كده انا هطبقها، بس باخد مع كل تطبيقة بديها فرشة من السمنة بتاعتي، او لو هتعمليها بالزيت بديها فرشة كده علشان تفضل مورقة وطرية، وما تبقاش ما تعجنش في بعضها يعني. وطبقتها مربع كده وهسيبها زي ما انتي شايفة كده. هركنها على جنب ونعمل واحدة كمان. هوريكم بعد ما خلصت الكمية اللي انا عملتها. دي الكمية اللي على الشمال كانت كمية بجبن بس، والكمية التانية كلها كانت بالبسطرمة والفلفل والجبن مع بعض. هنعمل كمان حلو، هنعمله حلو وهنعمله حادق. عملته حلو ازاي؟ برضو نفس الشكل، وجبت بقى النص لفة اللي هي ايه نقول متقطعة، بقيت اخد منها واعمل زي طبقة كده في النص علشان تتقل ساعة التطبيق. لان الطبقات اللي بتطبق على بعض دي لوحدها ماسكة نفسها، طب الطبقة اللي تحت اللي عليها الحشوة مش هتبقى ماسكة نفسها. فحاولت ان انا احط لها كده طبقات تمسكها مع بعضها، وساعة ما تتطبق ما تبقاش طرية وما تبقاش خفيفة. هعمل الحشوة بتاعتي ايه؟ انا هعملها مهلبية. طبعا الحشوة الحلو برضو في منه حشوات كتير، ممكن تعملي كاستر، ممكن تحشيه مربى ومكسرات، ممكن تحشيه اي حاجة موجودة عندك في البيت. انا حطيت المهلبية وحطيت عليها رشة جوز هند. عملنا المهلبية ازاي؟ كوبايتين من اللبن او كوباية من اللبن، وحطيت عليها، انا عملت بالظبط كوبايتين من اللبن، حطيت عليهم معلقة ونص كبار من النشا، وحطيت معلقة كبيرة من السكر او معلقتين، وقلبتهم على البارد الاول وبعدين رفعتهم على النار. ولما القوام تقل
حطيت رشة فانيليا، اهم حاجة ما تنسيش رشة الفانيليا. وكمان زي ما انتوا شايفين انا بتقل في النص بطبقات من الجلاش، وهنكمل وحوالين داير هسيبه مش هتقله، هكتفي بطبقة واحدة اللي لما هتتطبق هتبقى الجلاشة مش مليانة من جوه وطرية وحلوة وشايلة الحشو بتاعها مظبوط. لو وصلتي معايا لحد دلوقتي في الفيديو ياريت تشرفيني بالاشتراك وتفعيل الجرس والكومنت الحلو واللايك علشان يوصلك كل جديد. بالله عليكي ما تنسيش اللايك، عشان اللايك اللي بيرفع الفيديو وبيوصله لأكبر عدد من الناس. زي ما انتوا شايفين انا برضو هدهن ورقة الجلاش بتاعتي وبعدين اطبقها التطبيقة المربعة اللي انتوا شايفينها. سهلة وبسيطة وما خدتش وقت خالص، وعلى النار برضو ما خدتش اي وقت. ما تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا بينا نروح على النار ونشوف هنسوي الفطاير بتاعتنا ازاي. طبعا في طاسة ما تكونش لاصقة، حطيت كمية من الزيت حوالي معلقتين بالظبط، واهم حاجة انه يسخن. وحطيت فطاير الجلاش بتاعتي زي ما قلتلكم مش هتاخد على النار دقيقتين على كل وش، ما تعليش النار عليها وما توطيهاش للاخر، يعني تبقى نار متوسطة على الهادي علشان تستوي كويس من جوه ومن بره. بتبقى مقرمشة وجميلة جدا جدا من بره وطرية وحلوة قوي من جوه. هقلبها على الوش التاني زي ما قلتلكم بعد دقيقة او دقيقتين على النار. شوفوا كده يعني ابتدى شوية يتحمر الوشين، بس برضو انا هرجعها تاني، انا بس بديها صدمتها كده ولونها علشان تبقى كلها واخدة نفس السوا. اتمنى الفيديوهات تكون عجباكم وقناتنا تنول رضاكم. شايفين هي خلاص ما خدتش وقت وما خدتش اي سوا خالص، اي وقت خالص في السوا. وهنطلعها وهنكمل باقي الكمية بتاعتنا. انا بس بحبها ايه متحمرة شوية، يعني بنحب لونها متحمر شوية، بتبقى مقرمشة قوي وحلوة. هحط كمية تانية ونحط الطاسة التانية بتاعتنا، وبعدين نعمل الحلو لما نخلص الكمية بتاعت اللي هي محشية بالجبن والبسطرمة. احب اقول لكم انكم وحشتوني جدا، وادعولي ربنا يقدرني كده واكمل تصوير وفيديوهات وارجع للتصوير والفيديوهات تاني، لان بجد التصوير على اليوتيوب وحشني جدا جدا. كده خلاص كميتنا كلها خلصت استوت، ما خدناش وقت، وما شاء الله رمت معايا كمية حلوة جدا من مربعات الفطاير او الجلاش. هبتدي دلوقتي ارش سكر بودرة على الجلاش الحلو. ممكن تحطي صوص شوكولاتة، صوص فراولة، ممكن تحطي مربات، اللي متوفر عندك ممكن تحطيه. وزينتها بالكريز وزي ما انتوا شايفين. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم وطريقته سهلة بسيطة على قلبكم. وجربوها وقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات. وما تنسوش زي ما قلت لكم بالله عليكم الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسيش اللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو.
اشوفكم على خير في فيديو جديد ويوم جديد. ربنا يسعد ايامكم ويخليها كلها خير وبركة وسعادة. ما تنسوش اللايك يا اخواتي.